السلام عليكم، مرحبا فيكم في قناة ورق التارو دراسة وتحليل. يا رب يكون الجميع بصحة وسلامة. بالأمس طاح في إيدي جورنال. طبعا أنا اشتريت عدة جورنالات، واشتريت هذا الجورنال من ضمن الجورنالات هاي. طبعا هو بيحكي في في تارو دو مارسي، في الكواكب، في الأبراج، شغلات كتير. طبعا هو جورنال فرنسي، وجذب انتباهي. قلت لازم أعمل لكم فيديو عنه، اللي هو الروبورتاج هذا، الارتيكل هذا. بعدين في عندي روبورتاجات مش حنتكلم فيها حاليا. هذا الارتيكل اللي بيتكلم المقال بيتكلم عن سحر التارو، كيف ممكن تستخدم ورق التارو من أجل عمل سحر فيه. مثلا استخدام بطاقة العشاق من أجل جلب الحبيب مثلا، أو للمتأخرين في الزواج من أجل الحصول مثلا على زوج. كيف تستخدم أيضا بطاقة الهارموني أو بطاقة 14 من التارو الكبير في إيجاد التوازن أو علاقة جميلة، الحفاظ على علاقة جميلة مع شخص مثلا. كيف تستخدم بطاقة الشمس أيضا في انك تصير انسان محبوب وعندك خير، والناس تكون من حواليك ومشهور يعني. اوكي، مين كاتب هذا الارتيكل؟ من كتب هذه المقالة؟ هو مارك نو، هو شاب فرنساوي. هذا هو. اوكي، عنده 44 سنة. طبعا هو قضى تقريبا معظم حياته بالشغلات هاي، وهو أصدر العديد من الكتب بتتكلم في سحر مثلث هرمس والشغلات هاي، وفي التارو. يعني عنده أوراكل كتير عمل. وأيضا هو شخص يبحث في علوم السحر، يعني ساحر مودرن بالعصر الحديث. أوكي، طيب بشو بتكلم هو بالمقالة هذه تبعته؟ هو بتكلم كيف تستخدم بطاقات تارو دو مارسي. هيدا هو تارو دو مارسي القديم يعني، لأنه هو أقدم تارو. طبعا في أقدم منه. أنا مثلا عندي تارو فيفيل. تارو فيفيل هذا هيدا يعتبر من أقدم أنواع التارو. شوفوا سنة الكم، 1643 1643 1664 هلا. طيب ليش بيتكلم عن تارو دو مارسي؟ هو بيتكلم عن تارو دو مارسي، بقول لك انه القوة الانرجي، الطاقة اللي فيه اكبر لاستخدامه في للحصول على معلومات اكثر، او لتفعيل الكروت هذه من اجل استخدامها فيه. بسميها ريتويل بين قوسين بالفرنساوي، تعني علاجات. يعني هيك تستخدم طقوس معينة، علاج معين مثلا تستمر عليه مشان يساعدك. هو كاتب بقول لك انه جميع التاروهات في بقول لك فوق ال 500 تارو غير تارو دو مارسي موجودين، لكن قوتهم لا تعادل قوة تارو دو مارسي، انه هي عبارة عن تاروهات مقتطعة. اوكي، من تارو دو مارسي. مثل ايش جميع التاروهات؟ خلينا ناخذ مثلا التارو الشهير الذي يتعامل به الجميع، اللي هو تارو رايدر وايت. دقيقة عشان تكتمل الصورة أوضح لكم. هذا هو تارو رايدر وايت اللي يستخدم كثيرا في التارو، سواء عربي، أجنبي، فرنساوي، اللي بدكم إياه. طبعا أنا أكثر شيء بطلع على التارو الفرنساوي، بما أني أجيد الفرنسية ولأني تعلمت هنا في فرنسا. ما بنظرش طبعا، مش كتير أنا بطلع على تارو عربي بصراحة، يعني أكون صريحة. ليش بتطلع على التارو الفرنساوي أكتر شيء؟ لأني يعني بتابع الكتاب وبتابع الإنتاج تبعهم. فلأني مستحيل يعني بس أني أشتري تارو بس، لأني أنا ما اشتريتش تارو وحطيت وعملت قناة وبلشت أعمل لا. شرحتها بالمرة هاي، بس مش وقته هلا نتكلم. هذا ليش أنا يعني تعاطيت مع التارو. نكمل. هو بيحكي لك إنه كل كرت لازم، أنا بقول لك لازم تقوم بطقوس معينة، انك تسوي طقوس معينه اول ما يكون عندك الكارت. يعني مثلا تجيب يعني ادميطان، فلنتخيل بانه هذا هو تارو دو مارسي. طبعا مش هذا تارو دو مارسي، بس هو شبيهه جدا. اوكي، انه عندك تارو دو مارسي، وجبت تارو دو مارسي، ولازم تفعل كل كرت. هو بحكي لك كل كرت تفعله بصلاه معينه.
وطقوس معينة لازم تعملها. بس تفعل الكروت هاي بقول لك كل كرت فيه روح. هو بيحكي روح بس هي مش روح، احنا عارفين شو هي. اوكي، كل كرت فيه روح، والروح هاي هي بتخدم الكرت، هي بتخدم الكرت وهي بتساعدك مثلا في القراءة تبعتك. اوكي، او بتساعدك في تفعيل الكرت عشان تعمل فيه العلاج الروحاني، خلينا نحكي، اللي بدك تستخدمه انت. يا رب يكون صوتي واضح، لانه انا صوتي واطي وانا عم بحكي مع اني حاطه الميكروفون يعني بجنب فمي. اوكي نكمل. فهو بيحكي لك مثلا، خذوا عندكم، بقول لك كيف تفعل الكروت. بقول لك حاول انك ترسم تارو. هل تستطيع رسم تارو لإلك؟ نعم. اقول لكم حاجه، يعني مثلا انا بصدد يعني عملت تقريبا ربع وضل عندي 3/4 ما كملتش. كيف اعمل تارو خاص فيني انا، يعني يكون بس لإلي انا، مع ماليش بالتاروهات التانية، احط فيه الرموز تبعتي انا الخاصة ورؤيتي الخاصة فيه. طبعا اشتغلت عليه شوية وتركته، كل مرة بشتغل فيه شوية وبتركه، بشتغل فيه شوية وبتركه، بس يكون عندي وقت، من باب التسلية بعمله. اوكي، من باب التسلية. وهو بحكي لك زيك، بقول لك انت فيك انك تعمل تارو، ترسم ورقة تجلب ألوان معينة، لأنه هو حتى يستخدم الألوان من أجل تفعيل الروحانيات اللي موجودة بالكرت. فبيقول لك ترسم التارو بإيدك وتستخدم ألوان معينة مثلا من روحانية، يعني بتساعدك إنه تجلب الروح للكرت مشان يتفعل الكرت. أوكي، أنا بحكي بالمختصر المفيد عشان أقول لكم يعني شو الهدف. طيب هو ليش اختار تارو دو مارسي؟ هون بحكي لك comprendre avant de pratiquer، افهم قبل ما تمارس الشيء. بقول لك ليش اختيار مثلا تارو دو مارسي؟ بقول لك الرموز اللي في تارو دو مارسي هي رموز يونيفرسال، عالمية كونية، يعني تحاكي الكثير، وفعلا هو معاه حق بالناحية هاي، بالذات بالتارو الكبير تبع تارو دو مارسي. بس تارو دو مارسي الكبير نشأته بالأساس الكروت 21 كرت، 22 بطاقة هم مرقمين 21 وعددهم الكامل 22. عفوا. الكروت هاي بالأساس هي التارو اللي متعارف عليه، ثم أضيفت لهم الكروت الصور أو التارو الصغير. هدول هم تارو دو مارسي القديم. أوكي، 21 كرت الكروت الكبرى. طبعا هاي أول مجموعة أنا اقتنيتها من التارو دو مارسي. أوكي، وهاي المجموعة يعني أنا دايما حطيتها على جنب. شيء مهم حنحكي لكم فيه بعدين. هو بقول لك كيف مثلا تفعل طاقة الكروت هذه من خلال اللون، بس بقول لك هو بكرر انك انت لازم ترسم الكروت تبعتك وتحتفظ بألوان معينين عشان تفعل الكروت تبعتك. فبيقول لك مثلا هون كيف تفعل طاقة الهارموني، الانسجام، انه الشخص ده يصير يحبك وانت تحبه وتكون العلاقة بينكم كويسين، او انت ومديرك في العمل. فهو مثلا جايب كيف تفعل كرت هارموني، كيف تستخدم الكرت هذا عشان يصير مثلا في تآلف بينك وبين الشخص، او مثلا سلام داخلي. شوف شو بقول لك شو تعمل. يعني بقول لك هنا ضع الكرت وضع عليه يعني سكر، اوكي ما تضحكوش، وقليل من الكاكاو، والله العظيم هيك كاتب، والكنل اللي هي القرفة، اوكي الدارسين، عندنا بالخليج نقول الدارسين، وسونتر في وسط الكرت يعني. فيغ برولي يعني اشعل ان بوجي بلونش، شمعة بيضاء. اوكي. بعدين وافعل الصلاة وردد الصلاة التي تخصك، يعني أي صلاة أنت بتخصك مثلا حسب يعني مفهومك أو اعتقادك أو ديانتك. أوكي، بس تخلص البوجي، بس تنتهي الشمعة، احتفظ بالكرت بجهة تكون يعني ان بلاس سيمبوليك، يعني رمز، يعني مكان رمز لإلك للعلاقة تبعتكم. يعني إذا أنت بالشغل تحطه بالمكتب تبعك، بدرج المكتب تبعك مثلا، أعطيك مثال،
إذا أنت بالبيت مع أهلك تحطه مثلا بالبيت عندك، فاهم كيف؟ والكارت هذا طبعا تكتب عليه اسمك واسم الشخص اللي أنت بدك تفعل الكارت معه، وهو بيقول لك إنه من وقت للتاني لازم تردد الصلاة. وشوف شو كاتب لك هو هون ملاحظة: ست ماجي فونكسيون تري بيان. هذا السحر يعني بيمشي تمام التمام، اللي احنا قلنا هو سكر وكاكاو وكنل وقرفة وشمعة بيضاء. تكتب أسماء الأشخاص الاثنين. أعطاك مثال هو هنا: غولاسيون جاك إي موا، يعني إكزامبل، يعني تكتب أنا وجاك، مثال يعني. أوكي، بقول لك هذا اللي بقول لك هنا تمشي ست ماجي فونكسيون تري بيان. هذا السحر يمشي ممتاز جدا. بور ابيزي يعني عشان تهدي الأرواح. وبين قوسين حاطط فانتوم، إذا أنت عندك بالبيت أرواح يعني بتتعبك، يعني أشباح. بقول لك dans un lieu d'habitation، وين مكان أنت ساكن. يعني إذا في عندك فانتوم أو أشباح أو في البيت عندك، ممكن تعملها هاي. تستخدم تارو دو مارسيل اللي هو كارت قلنا كارت رقم 14 من التارو الكبير. أوكي، طيب هو أيضا تكلم هنا في تفعيل طاقة الحب بينك وبين شخص، تجذب حدا لإلك يعني. يعني بين هنا بطاقة لزامورو العشاق من التارو الكبير، وكيف تستخدمها. طبعا أنا مش راح أقولها هون، مش راح أقولها. أوكي، نكمل. بعدين هو بيتكلم هنا على كيف تستخدم بطاقة الشمس. وتعبر طبعا في تارو دو مارسي بطاقة الشمس تعبر عن مواليد برج الجوزاء على فكرة. أوكي، هي بطاقة الشمس. أوكي، وهي بطاقة 14 من التارو الكبير، التوازن. هو بيتكلم كيف تفعلها. شوف شو بقول لك هنا. بقول لك اصنع كارتين متشابهين، وضعهم طبعا في بوشيت، يعني عبارة عن جيب صغير، واكتب على الأولاد اللي هم هدول اللي بالصورة هاي، التوأم هذا. أوكي، شو بقول لك تكتب عليهم؟ وين كنت أنا عم بقرأ؟ وين اكتب لو نون دو لا بيرسون، اكتب اسم الشخص 6 مرات. هو مفتاح الكلمة بقول لك 6 مرات، ومختار عدد 6 مختار. شانس، اكتب كلمة شانس، حظ، شهرة، أهداف، تحقيق أهداف، عمل، اكسترا اكسترا، يعني إلى الآخر إلى الآخر، يعني اللي بدك إياه تكتب. وإنك تكتب على أطراف الكرت، يعني تاخذ الكرت من هنا، تكتب من الطرف هذا، تقلب تكتب من الطرف هذا، تقلب تكتب من الطرف هذا ومن الطرف هذا ومن الطرف هذا. أوكي، تكتب الاسم والأشياء اللي أنت بدك إياها: نجاح، شهرة، مال. الاسم تكتبه على التوأم. أوكي، على التوأم تكتب الاسم، وتردد هاي شانس، حظ حظ حظ. مثلا تكتب هنا 6 مرات حظ حظ حظ، وهنا مثلا تكتب شهرة شهرة شهرة، وهكذا يعني مثلا تمشي عليه. انك تكتبها 6 مرات. طيب، بقول لك يستحسن انك تكتبه، او الافضل ان تكتب بحبر ذهبي، يعني يكون القلم لونه ذهبي. تكتب الكلمات انت بدك اياها، الشهرة ومش عارفة شو هذا، واسماء كمان الاشخاص اللي على الكرت. بقول لك بعدين طابق الكروت فوق بعض. طابق الكروت، مش احنا قلنا كرتين، تاخذ الاثنين كرتين طابقهم فوق بعض. اوكي، بعدين شو تعمل؟ هو حاكي هنا faire brûler une bougie jaune، اشعل شمعة ذهبية أو صفراء، يعني أصفر. هو كاتب جون يعني أصفر. اقفل البوشيت، مش هو لك تحطهم مثل بمحفظة صغيرة مثلا، أو جيب صغير، يعني كيس صغير. أوكي، مثلا بقول لك اقفلها.
وإنه وجوه الكروت تكون فيزيبل مرئية، يعني هذا الكرت يكون يعني ظهره مع الكرت الثاني بتكون مرئيين الكروت هاي يعني. وبعدين شو بقول لك، وإنه الشخص يحملهم ويحمل إشي منهم، يعني تاخد من شعرك مثلا بقول لك وتضيف لهم إياها، وتحط معها زعفران وورق الغار، واحرق مرة تانية شمعة صفراء مرة تانية، بس تحط هاي الأشياء معها. وهون اجينا للجملة المهمة، طبعا وأنا كاتبة بجنبها تعقيب باللغة العربية لإلي، لأني أنا طبعا بحب أحلل كل سطر وأدقق فيه وأقارن وأشوف. قال لك تاخدها وتردد أنت صلاة. شوف الصلاة اللي محطوطة، أسلافي، حراسي، أو زي ما بيقولوا لك الملائكة الحارسة تبعتك، إلى من يعملون لصالحي، إلى هؤلاء. اسمعوا الجملة هاي، اسمعوها منيح منيح، الذكي رح يفهم علي. إلى هؤلاء الذين يصوغون قدري، انتبهوا. وبعدين هو كاتب بقية الجملة: لا ماجي renforce mon pouvoir، أن السحر يقوي قوتي، يعني يعطيني يزيد في قوتي ومش عارفة شو تا 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 تا. وكاتب الصلاة هاي اللي أنت تضلك ترددها باستمرار. وهو بقول لك إنك لازم أنت يعني من وقت للتاني تجري طاقة الكروت هاي بإنك تحرق الشمعة مثلا الصفراء، وأنت إيش، وأنت تردد الصلاة هاي، ترددها ترددها ترددها. يعني زي ما حكيت لك، إلى أسلافي، إلى ملائكة الحارسة زي ما بيحكي، إلى هؤلاء المهتمين من يصنعون الخير من أجلي، إلى هؤلاء الذين يصوغون قدري. هاي الجملة أنا ما عجبتني. عارفين أنا شو كتبت بجنبها؟ صلاة شركية كتبت بالعربي. أوكي طيب. هو حاكي طبعا عن طقوس أخرى، وأنا طبعا قرأت أكثر من مقالة فيه وتابعت هذا الشخص. أنا طبعا هو عنده مؤلفات كثيرة، وبالأخير خليني أقول لكم، هو بالارتيكل هذا المقالة هاي عامل هنا كمان دعاية لكتابه. كتابه هذا عارفين شو اسمه هنا؟ لا ماجي دي كارت، سحر الكروت. سؤال: هل التارو في سحر؟ نعم في سحر. كيف بيكون في سحر؟ أنا رح أحكي لكم كيف حيكون في سحر. لأنه حتى الناس أحيانا بتستخدم الكتب المقدسة، بيستخدم سواء قرآن أو إنجيل أو توراة بيستخدموها، واليهود أول مين استخدم الشيء هذا. اتخذوا التوراة التي أنزلها الله عز وجل وحرفوا فيها على مزاجهم عشان يسحروا فيها، ومنها علوم الكبلة بين قوسين. وأنا رح أتكلم عن الموضوع هذا يمكن فيديو آخر. إنه علوم الكبلة بالأساس، انتبهوا، بالذات شجرة الروح اللي هن بيقدموها، اللي هي في الصعود طبقات الكبلة، اللي بيقولوا لك إلى أن تصل للدرجة العليا اللي هي عارفين شو هي الاتحاد بالذات الإلهية. سؤال: هل نحن نتحد بالذات الإلهية؟ اسأل معتقدك واسأل إيمانياتك وتوحيدك أنت، جاوب على نفسك. يعني ما تجاوبني أنا، لأني ما راح أسمع الفيديو، ما راح أسمع إلا اللي بده يكتب تعليق. هل نحن نتحد بالذات الإلهية؟ كل واحد حر. أنا بالنسبة لي لا أتحد مع الذات الإلهية. الله رب لي وأنا عبد له على الأرض فقط. كل واحد حر باللي بيؤمن فيه. المهم، شو اللي بدنا نستنتج من الكلام هذا؟ التارو يستخدم للسحر. هل التارو فيه سحر؟ نعم. هل التارو فيه رموز سحرية؟ نعم. أي تارو؟ بالذات تارو بالذات عندنا تارو الكبلة يستخدم في رموز سحرية. طبعا هو في اثنين، أنا في عندي واحد من كروت، في عندي واحد بشقتي في مرسيليا، يعني مش معي حاليا، هو تارو الكبلة العادي. وفي الثاني الآخر اللي هو في رموز فرعونية وفي صور، يعني يعني إذا بلاقيه إن شاء الله بورجيكم إياه، لأني أنا مش عارفة وين راميته، يعني أنا ما بستخدمه، بس هو حب الفضول عندي إني بشوف ليش وكيف عشان أعرف أنا وين رايحة. يعني أنا لا أساق هيك يعني
إحنا مش بهايم نساق هيك أوكي. يعني خلاص إذا فلان فلاني حكى، إذا اسمه أجنبي واو هذا عالم، هذا دارس، هذا عنده علوم. لا، أنت في عندك ميزان بحياتك، ميزانك هو معتقدك اللي أنت بتمشي عليه. أوكي. ومخك وتفكيرك، عقلك هو البوصلة تبعتك لوين بياخدك. طبعا أنا حكيت لكم من التاروهات اللي فيها سحر، مثلا رموز سحرية، اللي هي تارو الفجر الذهبي. هذا تارو مجموعة الفجر الذهبي مجموعة سحرية، جماعة سحرية تؤمن بالسحر وكانت تمارس السحر. لأنه هذا رايدر ويت هو رئيس الجمعية هاي، وهو كان يستخدم هاي الطقوس. مثلا عندنا كرت الشيطان في رموز سحرية. أوكي. عندنا كرت أهم كرت هو الدولاب الحظ اللي بيحكوا عنه، هو أيضا في رموز سحرية. عندنا أيضا ملكة التراب، رمز سحري. على فكرة النجم الخماسية هاي اللي بيحكوا لكم إنه هي مجرد شكل هندسي، لا، هي تستخدم في السحر. أوكي. هذا أيضا في رموز سحرية، هذا أيضا في رموز سحرية، لأنه هن أنشأوا التارو تبعهم. وهذا أيضا في الرموز السحرية. هم طبعا كيف تفعل أنت التارو؟ هاي نقطة جدا مهمة. كيف تفعل التارو؟ لازم طقوس معينة. يوم بتشتري التارو بقولوا لك مثلا تاخذ كل كرت على جنب وتبخره ببخور معينة وتتلو صلاة معينة. يعني مثلا تسأل التارو هذه الأرواح الطاهرة التي في هذا الكرت مثلا، أو في التارو الذي اشتريته ساعدوني من أجل كذا وكذا. فاهم كيف؟ وأن تبين لي الحقيقة. وفي بعضهم شو بقول لك، وأن أساعد الناس من خلاله وتكشف لي الحقائق يا أرواح الطيبة، كلام زي هيك. أوكي. وأنت بتبخر بالكروت، وأحيانا تشعل لهم شمعة، وأحيانا يعني كل واحد كيف يعني بيسوي حسب الطقوس تبعته. هل تارو دو مارسي في سحر؟ هاي خلينا نيجي. تارو دو مارسي ليش هو استخدم تارو دو مارسي؟ هذا المجموعة فيها سحر، ديجا احنا اتفقنا. حنروح بعدين لكاتب أمريكي، هو يعتبر من كبار السحرة في أمريكا. وهو عمل تارو أوكولت، تارو دولة الشيطان، اللي أنا قلت لكم انتبهوا منه ما تشتروه. ذاكرين؟ كان تارو دولة الشيطان اللي عمله، وأنا بحذر منه. وانتبهوا وما يدخلش على بيتكم التارو هذا واحرقوه، لأنه حيعطل شغلات كتيرة عندكم بحياتكم. أوكي. والتارو الثاني هو اللي عمله أيضا تارو الملائكة. وانتبهوا، الملائكة لا تحب الصور، الملائكة لا تدخل بيت فيه الصور. عشان هيك بس تخلصوا من التارو تبعكم خبوه، ما تخلوهوش مثلا موجود عندكم على المكتب أو حنتكلم هذا بالكلام هذا بعدين. ليش هو استخدم تارو دو مارسي؟ هو استخدم تارو دو مارسي لأنه الرموز تبعته يونيفرسال، كونية، قال لك معممة. هل هي رموز سحرية؟ لا، بيور. هو هذا عارف شو بيعمل، هذا الولد هذا شيطان، هذا من شياطين الإنس. هو عارف شو بيعمل. هو قال لك تارو دو مارسي حدد لك إياه. ليش؟ لأنه بيكونش عليه أي رموز سحرية تانية مثل الكروت التانية. فهم؟ بتكون رموزك أنت فقط. فهذه الرموز هي مجرد صور. 22 كرت هذول طبعا مين اللي رسمت في القرون الوسطى. طبعا القرون الوسطى ما كانش في الناس في عندهم كتب يكتبوا، ما كانش في كتاب، كانوا يعتمدوا على الصورة. وكانت الكنائس المسيحية في إيطاليا وإسبانيا يرسموا عليها مثلا القصص اللي بدهم إياها، مثلا يرسموا قصة. وما تزال في كتير كنائس جميلة مزخرفة بزخارف رائعة ورسومات رائعة. فهن رسومات الكنائس صاروا يضعوها بعدين على الكروت زي هيك، لأنها بالنسبة لهم تحاكي قصص براسهم. ولم يستخدم في السحر على معلوماتكم، لأنه تارو فيسكونتي اللي هو يعتبر أقدم تارو، يا رب قدرني أب، اللي هو هذا هو عندي أنا. طبعا ولا مرة شفتوني استخدمته لأنه كتير كبير. تارو فيسكونتي اللي هو يعتبر أقدم تارو وجدوه إلى الآن، مع أنه في كمان تارو أقدم منه. هن لا وبس الكروت الكبيرة، التارو الكبير. وكانوا يستخدم هاي عائلة نبيلة، والعائلات النبيلة في أوروبا يا أعزائي لم تكن تتعاطى بالسحر، كان محرم عندهم. وكانوا السحرة يحرقون في النار، يحرقوهم هم أحياء بأمر من الكنيسة. وهذا الكلام صح اللي كانوا يعملوه، لأنه حتى إحنا عندنا بالإسلام يعني تدق عنقه الساحر أيضا. أوكي. فكانت الكنيسة بتحذرهم من السحر هذا وبتقولهم احرقوا السحرة. بينما هذا التارو كانوا يستخدموه العائلات الراقية، العائلات يعني الملوكية عندهم، والأمراء والنبلاء، في اللعب
أو في قراءة، يعني هن ما كانوش يقرأوا بالكلمات لكن كانوا يقرأوا الصورة. أوكي، كانوا يقرأوا الصورة، وهكذا تطور بعدين التارو لين دخلنا بالقرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر اللي بلش استخدامه في العرافة. طيب عشان ما أطولش عليكم، وجهة نظري الشخصية، ما إليش أي منفعة أنا أحكي بالموضوع هذا إلا لوجه الله عز وجل. بما أني أنا قارئ التارو، أوكي، حتى لو كان الأمر لا يتماشى مع قناتي وممكن يعني ممكن يضاعف لي قناتي، أنا ما بهتم. وبهالمرة حطيت حتى بالمنتدى تبعي كلام، وكتير قالوا لي إحنا حننسحب من القناة لأني حكيت إنه مثلا أنا لا أؤمن بالتارو بالروحانية تبعته، إنه بتعامل معاه بشكل حيادي، تحليل فقط للتارو، فراسة مني فقط. أنا وحاسب على الكلام هذا اللي أنا بحكيه، وأنا بحكيه لوجه الله. انتبهوا، لا تقوموا بتفعيل أي ورق تارو. إياكم تتكلموا مع الورق، تبخروا، يعني مثلا تعملوا طقوس وتبخروا بالتارو وتقولوا ساعدني أو انتبهوا. ليش؟ لأنه كل صورة خلفها شيطان. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطمس الصور. على فكرة أنا بحكي الكلام هذا وحاسب عليه يوم القيامة، تبرئ الذمة وحاسب عليه يوم القيامة. إذا بدك تعمل تارو ما تفعل أي تارو، انتبه. إذا أنت بدك تتعامل مع الشياطين أنت حر، كل إنسان حر، ومردنا إلى الله يوم القيامة. الله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه إيش يختلفون. أنا لا بقول لك اعمل مثلي ولا أي شيء، أنا بحكي وجهة نظري الشخصية. لا يجب تفعيل التارو، لا يجب تبخير التارو، لا تتعامل مع التارو على أساس إنه في روحانيات، لأنها ليست روحانيات، هي الشياطين بتكون فيه. زي في وحدة فرنسوية بتعرفوا وهي بتقرأ تارو وشغلات هاي، قالت لك التارو الورق يقع في يد الله ثم يقع في يد الشيطان. المقولة تبعتها يقع في يد الله ثم يقع في يد الشيطان. يعني أنت بتدخل تارو مثلا بتقول أنا عشان أساعد الناس وهدفي روحاني سامي وأصلي وأعمل، لكن بعد ذلك هو يقع في يد الشيطان شئت أم أبيت، حسب أنت كيف عم تتعامل وحسب أنت كيف بتشوف الأمور. إذا أنت بدك تفعل وتقعد تبخر وتعمل صلوات ومش عارفة شو هذا، أنا بقول لك أنت دخلت في دائرة مش حتطلع منها بسهولة، مش حتطلع منها بسهولة. أنا بحكي لك إياه من حسب ما أنا قرأت. أنا قرأت كتير بالشغلات هاي، يعني مش جايب الكلام هذا من راسي لمعلوماتكم. نروح هنا، هذا الشخص مارك نو، الولد هذا، يا ربي ألاقي له هون الفيديو تبعه. هون الفيديو تبعه حضر جنابه عم بتكلم عن السحر الحديث وبتكلم كيف. طبعا مش هو هذا اللي عاملين معاه لقاء. اسم الروبورتاج لما جي مودرن، السحر الحديث. طبعا هو اللي عم بيحكي بالفرنسية. هذا هو الولد الساحر. هو عمل كتير كمان كتب، ألف كتير كتب، مش عارفة شو هذا. يطلع ينزل هو لابس مودرن ولابس نظارات، شكله مودرن كتير، لكنه هو ساحر. ساحر. مين اللي بيجي على المستوى تبعه عند الأمريكان اللي بيسموه، أنا أورجيكم إياه. ترافي ماكنري. ترافي ماكنري هيدا هو اللي عمل تارو هيدا، يا رب تكونوا عم بتشوفوه. هذا تارو الملائكة، لو تارو أنجيليك. أوكي، هذا ترافي طبعا هو من سحرة سحر الكبالة. اللي مش متأكد من كلامي يروح يفتش عليه. طبعا هو استخدم انه عمل تارو انه تارو ملائكة، لكنه هو يتبع رؤية اليهود، انه هن يسموا لك ملائكة، جابوا 72 ملاك على ما اتذكر. فيما معنى هذا التارو، اوكي، هو لو تارو انجيليك. هو عنده 2 تارو ترى على فكرة انجيليك، مش عارفة، يمكن واحد اوراكل، يمكن مش انا ما اشتريتهم ومش راح اشتريهم ابدا، لانه عندي موقف خاص منها، انه ما فيش شيء اسمه تارو الملائكة. الملائكة لا تجسد، الملائكة تهرب من الصور. فانت يوم بتعمل تارو بتنادي مين؟ بتنادي الملائكة؟ طبعا لا، مش حتدخل بيتك لانه في صور. طالما انت حاطط صورة وعم بنعمل تارو ما فيش ملائكة بتحوم حوالينا. اكون واضحة، اكون واضحة. مين سيحوم حواليك؟ سيحوم حواليك الشياطين. لو تارو انجيليك هيدا زي ما قلت لكم مستخدم، الفكرة تبعته قائمة على رؤية الكبالة في الملائكة المذكورة في التوراة. أوكي،
وفيها العديد من العبارات الشركية. وأنا اطلعت على أكثر من بطاقة من موقع. هو هذا الرجل هو عنده على فكرة عنده قناة على اليوتيوب هذا الشخص، وعارض فيه التارو تبعه. هو عامل أكثر من تارو، وعامل تارو فرعوني كمان. هو عامل تارو، هذا التارو هو الوجه الآخر لهذا التارو اللي أنا حذرتكم منه، لو تارو أوكولت. هاي التارو تبع الشياطين، دولة الشيطان. هذا التارو إذا بدخل على البيت عندك يعني العواقب وخيمة مع الوقت. حيعطل الزواج، حيجيب دائما حاجة مرض. انت دائما مثلا ضيق تنفس، سعال، يعني اشياء غريبة حتدخل عندك على البيت مثلا، او مثلا تشعر بضيقة، تشعر بغضب، لانه هذا هو يتكلم عن دولة الشيطان كلها. وانا نزلت فيديو اللي حطيت لكم اياه ذاكرين عن من قناة الدراويش، وهو عم بفسر لكم، بحكي لكم يعني شيطان شو دوره في دولة الشيطان. هو عامل تارو في هذا الشخص. هذا الشخص كان يشتغل بالبحرية الأمريكية، هذا ترافي ماكنري اسمه. أوكي، هو اللي عمل التارو هذا الأنجيليك، تارو الملائكة اللي أنتم بتشوفوه مبين تحت، كان مبين عندي. أوكي، هذا هو. أنا بحذركم كمان من التارو هذا، لأنه هذا التارو ذكر الملائكة اللي فيه غير صحيح. هي أسماء شياطين، بين قوسين أسماء شياطين وليست ملائكة. هن جايبين لك ميكائيل وإسرافيل أوكي، والبقية الثانية ما هن 72 يمكن على ما أتذكر، 72 ملاك يعني. طيب والملائكة دول من وين اخترعوا الأسماء تبعتها؟ يعني من وين جابوها؟ هي أسماء شياطين. أعيد، هي أسماء شياطين في سحر الكبلة. اللي يحب يتفرج يعني ياخذ معلومات أكثر، هذا هو الشخص، هذا اسمه بالإنجليزي ترافي ماكنري، وعنده قناة على اليوتيوب أيضا، وبتكلم فيها عن التارو تبعه، تارو أنجيليك تبعه. هاي هو هنا في واحدة هنا بتقدمه طبعا بموقع إنجليزي. هذا هو التارو تبعها، شايفين؟ طلعوا من وراء الظهر. الظهر هذا لو تشوفوه، روحوا انتوا على القناة، الظهر كلياته فيه رموز سحرية، كلها رموز سحر. كيف بده يجتمع سحر وملائكة؟ أفهم أنا، أفهم كيف بده يجتمع سحر وملائكة. يعني أنا ماني قادرة أفهم. يعني هاي رموز سحرية تطلع تنزل، هاي رموز سحرية. يعني هاي وجهة نظري أنا الشخصية، كل واحد حر بحاله. نأتي إلى ختام الفقرة، هذا الفيديو هذا راح أحكي لكم قصة حكت لي إياها. كانت عندي صديقة جزائرية اسمها فاطمة الزهرة، والله العظيم أتذكر هذا بلسانها هي حكت لي القصة هذه، يعني مو عن فلان عن فلان، لا، من نقل منها، هي اللي عاشت القصة هاي. تقول لي هي استأجرت في بيت في البستي هي اللي في الدائرة يمكن 12 عندنا في باريس، يعني اللي فيها محطة القطارات غارديليوم. قالت لي استأجرت بيت هناك. هي بتقول لك قالت لي أنا نظفت البيت، قالت لي وحطيت صورة البقرة، قالت لي طلعت مع صديقة لي أشتري أشياء وهيك شيء وهذا، قالت لي ورجعت. قالت لي يا رندا، قالت لي حليت الباب، قالت لي فتحت الباب، قالت لي مش الذباب، قالت لي الكبير الأزرق تبع الفطايس. عارفين شو معنى الفطيس؟ لما الواحد بيموت في فطيس بيطلع عليها الذباب الأزرق الكبير هذا. قالت لي قاع البارتير، قالت لي كل الأرضية، قالت لي كلياتها الذباب هذا الأزرق. قالت لي معباي، قالت لي متروسة الأرض كلها ميت، ذباب ميت، وهي تاركة صورة البقرة شغالة في البيت. قالت لي رحت جبت الاسبيراتور، المكنسة الكهربائية، ونظفت البيت ومش عارفة شو هذا قالت لي واستغربت من وين اجا. قالت لي أنا مسكر الشبابيك. قالت لي وقمت عقمت وعملت الضروري وشالت الكل هذيك الذباب ومش عارفة شو هذا. اسمعوا منيح القصة، والله العظيم ما أكذب فيها. بيوم الجمعة الطاهر هذا، حتى حرام الحلف هذا، وبالله عز وجل خالق يوم الجمعة. قالت لي بالليل بلشت الهوايل، بلشت الحفلة السينمائية. قالت لي صاروا بسم الله الرحمن الرحيم، البيت اللي أخذته كان مسكون وهي مش عارفة. قالت لي صاروا بالليل يحاولوا يمسكوها. قالت لي كنت نايمة أحس بإيد تمشي علي، قالت لي تمشي على جسمي. قالت لي صحيت من النوم لقيت حالي بالكلوار، بالسيب يعني بالكلوار تبع البيت. قالت لي طلعوني من الغرفة.
قالت لي واشوف اشي مثل البرق يروح ويجي قدامي، مثل البرق يروح ويجي قدامي. قالت لي وانا نحسانه بس بدي انام. قالت لي وتقلاني ما فينيش حتى احكي. قالت لي صرت اقول لهم، قالت لي اعمل هيك بايدي، اقول لهم لا لا. وقالت لي والله الهمني صرت اقرا المعوذات. قالت لي اقرا المعوذات لحد ما نمت. قالت لي وانا مش قادره اقاوم. قامت تاني يوم راحت على الشغل. راحت على الشغل وهي بالها مشغول باللي طلع وتنزل براسها. كانت عندها صديقة أخرى حكت لها 1 2 3. هذيك شاطرة صديقتها، قالت لها البيت هذا اللي انت اخذتيه فيه اشي معين الى الان ما طلع منه ولازم تطلعيه من البيت عندك. قالت لي انا استغربت، قالت لي البيت يعني اخذته جديد ما فيه شيء. قالت لي صرت ادور. قالت لي في سده فوق يعني زي ما بتقولوا معمول بالحيط اعلى هيك درجه هيك ولها باب بتفتح بتحط فيه الاشياء اللي بدك اياها، بسموها السده يعني. اوكي. قالت لي طلعت، قالت لي حطيت سلم وطلعت فوق. قالت لي فتحت السده، قالت لي لقيت فيه زي انفلوب ظرف. قالت لي سحبته، فتحته لقيت فيه ايش؟ لقيت فيه كارت مونسي، اوراق الكارتة هاي اللي زي التارو، زي التارو او يمكن حتى يكون تارو، يمكن ما بعرف، او الكوتشينة خلينا نحكي. قالت لي وهنا عرفت ايش السبب. قالت لي رحت سألت الاجنس او اللي اجروها البيت، مكتب العقار اللي اجرها البيت، مين اللي كان ساكن قبل؟ فلان فلان، كانت فلانة ساكنة فيه. هي تواصلت مع مين وماتت هاي المرأة. تواصلت مع جماعة يعني بيعرفوها للسيدة هذه، قالوا لها السيدة هاي كانت تعمل الكوتشينة، يعني تفتح بالكوتشينة، تقرأ الغيب بالكوتشينة، وتوفت. فهي عرفت انه السيدة هاي كانت ايضا تتعاطى بتفعيل الكروت، تفعيل الرسومات اللي عليها. هاي هذا رسم عادي، اذا انت فعلته، لانه هذا الرجل بتعرف شو بقول لكم، هذا مارك نو، بقول لك تكلم مع الكرت. انا ما حبيتش احكي لكم كل شيء بالكرت، هو بقول لك تحدث مع الكرت كل يوم، اقعد احكي مع الكرت، حطه قدامك الرسمه هاي واقعد احكي معاها احكي معاها احكي معاها احكي معاها. مشان هيك احنا عندنا بالاسلام بتلاحظوا مثلا حتى مساجدنا لا يوجد فيها رسوم، يعني بيجففوا مصادر الشرك اللي ممكن يدخل لك منها ابليس، بيسدوها كليا بالاسلام. فهو بالكرت بقول لك تكلم معهم كل يوم، وتكلم معهم على انهم ارواح عايشين. يعني مثلا اقعد اتكلم مع الكاهنه العظمى اقول لها انت مش عارفه شو، واعطيني الاسرار اللي عندك وافتحي لي الطريق ولا هيك بكون كل صوره يسكنها شيطان. وصديقتي هذه هي اجى حظا مسكينه انها سكنت في البيت هذا اللي كانت صاحبته عندها الكروت المفعله اللي مفعلتها، هاي الفرنسويه اللي كانت مستاجرته، وكانت تتعاطى بالشغلات هاي، لانه هن بيشتروا كلهم بيشتروا مثلا تارو بفاحلوا ببخروا مش عارفه شو هذا. اذا جيتوا علي انا بحياتي يعني ما حبيت اني ابخر تارو او اني اتعاطى مع التارو على اساس انه يعني شوف الشمعة هنا عندي دابت وانا عم بتكلم، اطفيها عشان احكي براحتي. او مثلا اقول للناس اعملوا الشيء هذا، انا يعني بتكلم فيه نعم، لكن انا بنصحكم نصيحه، اذا بدك تتعامل مع التارو، هاي طبعا وجهه نظري انا حره بالفيديو تبعي على قناتي احكي اللي بدي اياه، طالما لا يمس يعني الذات الالهيه اول شيء، ويحترم جميع المعتقدات، ولا مثلا يشخص شخص معين. انا بقول لكم اذا بدكم تتعاطوا مع التارو ما تمجدوا الكروت كتير، وما تتكلم، يعني حاولوا انكم بس تستفيدوا منها انها مثلا فك رموز. اوكي، زي ما انا حكيت هي عباره كانه متعه ادبيه تقراها والسلام، وانتهينا الى هنا. لكن اياكم انكم تجروا وراء سحر الاجانب المودرن واللي بيكتبوه واللي بيقولوه، وفعل الكروت هيك واعمل هيك وسوي هيك وحيكون معك هيك. انا بحكي لكم هذا الشيء انتم مش بحاجه له. انا هحط لكم بالوصف تبع الفيديو ان شاء الله على خير القنوات هاي بتتكلم عن التارو هذا، عشان تاخذوا فكره اكثر وتعرفوا انتم يعني كيف تشتروا تارو عندكم. يعني انتبهوا في تاروهات معينه، في ترك اسمه الدارك تارو، الكرت التارو الغامق يعني، او الاسود، التارو يعني الاسود هيك في معنى. كمان هذا التارو انتبهوا منه، هذا تارو شيطاني من مملكه الشيطان والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. اوكي،
بتمنى انه يكون الفيديو هذا ساعدكم شوية او كان خفيف عليكم. انا طولت فيه شي عاملة 40 دقيقة، اعتذر على الاطالة بالفيديو. اتمنى لكم جمعة مباركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. محبتي وتقديري للجميع. ابقوا على خير. بسلام الله. باي.